الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين نتيجة انفجار جسم غريب بميدان المسلة أمام مبنى محافظة بورسعيد. قامت مديرية الصحة ببورسعيد بنقل 3 من مصابي الانفجار إلى المركز الطبي العالمي والمستشفى الجامعي بالإسماعيلية لتلقي العلاج. قال اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد إن جهاز المفرقعات بإدارة الدفاع المدني سوف يقوم بمسح شامل لميدان الشهداء قبل نزول المتظاهرين. كما أكد أيضا جاد الحق على تشكيل لجان من منسقي التيار الشعبي لوضع تصورهم لتأمين مكان الاعتصام الذي سوف يخضع للمراقبة من قبل المنسقين، ده بالإضافة إلى المراقبة الأمنية. للمزيد من التفاصيل بينضم لنا على الهواء زميلنا أحمد الجمال هيطلعنا على آخر التفاصيل من هناك. أحمد، بعد التحية التفاصيل والتطورات من عندك، اتفضل. نعم، التحية لك شريف. يعني شيع الآلاف منذ قليل في بورسعيد من أهالي مدينة بورسعيد جنازة الشهيد صلاح الدين محمد الذي لقي حتفه بالأمس إثر انفجار جسم غريب في ميدان الشهداء الذي يطلق عليه ميدان المسلة قبالة ديوان عام محافظة بورسعيد. وكان على رأس المشيعين لجنازة الشهيد صلاح الدين محمد محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري بمحافظة بورسعيد واللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد وقيادات الداخلية. مسيرة الجنازة كانت تضم الآلاف من المشيعين الذين هتفوا جميعا ضد النظام وضد المؤامرات التي تحاك ضد مدينة بورسعيد لتكون مسرحا جديدا للأحداث ربما يعني تعاني بورسعيد منذ فترة، سواء كان من النظام السابق من النظام الحالي، أنها تدفع فاتورة وقوفها ضد أي ظلم يحدث لها من قبل النظام الحاكم. وكيل وزارة الصحة في بورسعيد الدكتور حلمي العفني قال لنا في تصريح خاص كما سبقنا بالأمس في خبر الانفجار، قال لنا أن الإصابات بلغت 22 مصابا، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى الدولي على طريق السويس القاهرة لحالتهم الخطرة، والباقي تم نقله إلى المستشفى العسكري ومستشفى آل سليمان، ومنهم من خرج وبقي الآن 7 مصابين. الإصابات للثلاثة الذين تم نقلهم إصابات خطيرة جدا. شهود العيان شريف، نحن كنا على بعد لا يزيد عن 70 مترا من الانفجار. كل طاقم الحياة كان على بعد لا يزيد عن 70 متر من انفجار ميدان الشهداء بالأمس. وأثناء حالات الكر والفر لم نستطيع أن نستمع إلى أحد من شهود العيان، ولكن بعد ذلك تمكنا من الاستماع إلى شهود العيان الذين كانوا قريبين جدا للانفجار، وأكدوا لنا أنهم سمعوا صوتا عجيبا قبل الانفجار، وهو الصوت الذي كان يسبق انفجار العبوة، ثم ارتطم هذا الجسم الغريب في وجه الشهيد صلاح الدين محمد، ويعني أطاح بأجزاء كثيرة من رأسه، ثم وقع قتيلا وأصيب 22 الآخرين. لا صحة لما تردد وفقا لما أكده شهود العيان، لا صحة بالمرة كما قلنا في الخبر الذي سبقنا به بالأمس أن الانفجار نتيجة انفجار اسطوانة غاز، لا صحة لهذا الكلام، أنه جسم غريب. ولكن أود أن أقول شريف أيضا أن يعني مجموعة الطب الشرعي التي عاينت جثة الشهيد صلاح الدين محمد انتهت من عملها منذ قرابة الساعة، ولم يتم إعلان رسمي أو تصريح رسمي بنوعية الجسم الغريب الذي ارتطم بجسم الشهيد صلاح الدين محمد حتى الآن، برغم أن فرقة المفرقعات من الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية مسحت المنطقة تماما ومسحت مكان الواقعة تماما، وكان هناك طوقا أمنيا يعني من كان بداخله من القوات المسلحة ومن الداخلية ومن النيابة، ولم يتم يعني حتى يعني حكم دار المديرية اللواء محمد النبوي قال لنا أنه لا ذرة في الأرض تمكننا من يعني التعرف بشكل مبدئي على الجسم الغريب الذي انفجر وأصاب 22 وقتل شهيدا في بورسعيد. مراسلنا أحمد الجمال، أنا بشكرك على التفاصيل اللي تفضلت وشرحتها. هنتابع معاك أيضا على مدار اليوم، وتعزينا لأسرة الشهيد صلاح الدين محمد، وأيضا تعزينا لكل الشهداء، وتمنياتنا بسلمية التظاهر.